والنهاردة انت عندك ميعاد مع اهم بطولة لكمال الاجسام في العالم، مستر اولمبيا، وده ملخص سريع لاهم المشتركين في الفئات المختلفة. اولا فئة الوزن الخفيف 212 باوند، البطل كيون بيرسون بيغرد منفردا، ولا اعتقد ان حد هيقدر ينتزع اللقب منه. كمية عضلات ومستوى تنشيف من كوكب تاني حرفيا، مقفل اللعبة وما عادش بينافس كل سنة غير نفسه حرفيا. اما لو جينا لفئة الكلاسيك فيزيك، مايك سامرفيلد مقدم مستوى رهيب، ولو شفته وانت ما تعرفش ان ده بيلعب كلاسيك ممكن تقول ان لاعب وزن مفتوح او وزن خفيف، لكن لا يمكن تتوقع ان ده لاعب كلاسيك فيزيك. وعندنا كمان اللاعب البرازيلي ريمون دينو، مقدم مستوى جامد وشكله مش جاي يهزر السنة دي، وعايز بقى يعوض السنين اللي فاتت. واخيرا اللاعب المفضل بالنسبة لي في الكلاسيك فيزيك تيرنس رافن، عامل كونديشن رهيبة وباين انه ممكن يعملها السنة دي لو مايك او ريمون حد منهم طلع مش ناشف. وسريعا بقى ننتقل لفئة المنز فيزيك، يعني الشياكة والسيمترية واحلى شورتات بحر. اخونا جيرمي بونديا وشه بقى شبه الاموات من كتر التنشيف، وشكله راجع من تاني بقى عشان يحصل على اللقب الخامس في تاريخه. فهل هيقدر يتغلب على حامل اللقب الحالي رايان تيري؟ جيرمي لما كان موجود رايان تيري ما كانش بيقدر يتغلب عليه، ولكن بمجرد هبوط مستوى جيرمي واصابته في 2018 و2019 رايان تيري بدأ يتقدم في المراكز لحد ما بقى حامل اللقب السنة دي 2024، والسنة اللي قبلها 2023. واخيرا نختم بقى بفئة الفلوس والشغل التقيل مع الوزن المفتوح والاوبن ويت. عندنا في الوزن المفتوح معركة غير محسومة نهائيا ما بين حامل اللقب سامسون داودا واللي حالف لا يحافظ على لقبه، خصوصا بعد خسارته السنة دي في بطولة أرنولد كلاسيك من ديريك لانسفورد. فالراجل يعتبر دايس على نفسه للآخر وعامل شغل فاخر، وعلى الورق هو فعلا المرشح الأقرب للقب. وبرضه مش هنقدر ننسى الذئب الإيراني هادي شوبان. هادي كالعادة عمره ما ظهر بمستوى ضعيف، يمكن يكون وضع مثلا زي الباك دبل بايسبس مش أقوى حاجة عنده، ولكن هادي طول عمره محافظ على مستوى تنشيف وظهور مشرف. وعندنا كمان نيك ووكر. نيك ووكر بالنسبة لي مش مريح للعين مقارنة بالأبطال التانيين، لكن في الأول وفي الآخر هي مش بطولة لجمال الأجسام ولكنها لكمال الأجسام. ونيك ووكر جسمه كامل، ما فيهوش عضلة ضعيفة ولا وضع هو مش قوي فيه. ولو جينا بقى لحامل لقب أرنولد كلاسيك 2025 ديريك لانسفورد، فنوعا ما ديريك كان ملتزم الصمت ومش راضي يورينا عضلاته، ويعني يوما ما تنحنح قام ورينا عضلات بطنه زي ما انت شايف كده. لكن ديريك دايما بيتعمد انه يقلل من ظهوره قبل البطولة وبعد كده يفاجئنا كلنا. وبس يا سيدي، خليك متابعنا بقى على مدار الساعات اللي جاية عشان هنكون معاك في تغطية مستمرة لأهم أحداث البطولة.